وبما ان الوقت ده وقتها هنعمل منها طبق حلو وغير مكلف وبتقديم راقي، هتكون كريمية وحلوة جدا وهيخطفكوا كمان طعمها، ومعلقة ورا معلقة هتحسوا بحلاوة غير طبيعية. فيلا بينا نشوف الطريقة ونسمي الله. اول حاجة بيكون معانا نص كيلو من البطاطا، غسلته وقشرته كويس وقطعته شرايح بالشكل ده. هحطه بقى في حلة وهضيف عليه نص كوب كده من السكر وكوباية كده من المية، وهاخدهم بقى وارفعهم على النار بالشكل ده. بمجرد ما رفعتهم على النار هغطي الحله واسيبها لحد ما تستوي معانا. هنحضر بقى المهلبيه. جبت كيلو من اللبن وخدت ربع كوبايه كده منه على جنب، ضفت عليه نص كوبايه كده من السكر وتلت كوبايه كده من الدقيق، وهقلبهم بقى لحد ما يعني يدوبوا تماما معانا وما يكونش فيه اي تكتلات. هبتدي برضو ارفعهم كده على النار. هنا ربع كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم خدتها في البدايه، ضفت عليهم معلقتين كده كبار من النشا وهبتدي ادوبهم كده مع بعض. رحت بقى للمهلبيه على البوتاجاز وهبتدي بقى اقلبها، وتكون النار هاديه لحد ما الخليط بقى يكون تقيل معانا. هضيف بقى خليط النشا واقلبه لحد ما يبقبق كده بالشكل ده معانا ويبتدي يتقل بالشكل ده. هضيف عليه بعد ما يعني طفيت النار، ضفت عليهم بقى معلقتين كبار كده من الكريم شانتيه الخام، وضفت برضو مكعب كده من الزبدة ورشة كده من الفانيليا، وهبتدي اقلبهم بقى كويس لحد كده ما يكونش فيهم اي تكتلات. بس للاسف المقطع اتمسح. وهنا بقى البطاطا بالشكل ده بتكون اتهرت كده معايا، فهبتدي اهرسها بالمية اللي موجودة فيها لحد ما تبقى معانا بيور وناعمة كده بالشكل ده. جبت بقى الكوبايات او الكاسات او الاطباق اللي انتوا هتقدموا فيها، وضفت كده مهلبية كده في البداية، وضفت عليها بقى حطيت بقى البطاطا في اكياس من الحلواني وضفتها في الاول علشان تساعدكم في الفرد، وحطيت برضو عليها طبقة كده من المهلبية بالشكل ده وهبتدي اوزعها. وعملت روزيتات كده من البطاطا. قد ايه بيبقى شكلها جميل جدا وبتتقدم بطريقة حلوة وبتكون راقية كده في التقديم. عملت كذا طبق بالشكل ده. هنا بقى هندخل في مرحلة التزيين اللي هتنقل الطبق ده في حتة تانية. جبت كده معلقة من الطحينة اختياري بس بتدي للطعم الطبق حلو جدا، ورشيت كده معاها من المكسرات زي ما انتوا حابين. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي بس بتنقل الطبق في حتة تانية خالص، فبتمنى تجربوها. وتعالوا بقى شوفوا شكل وجمال الاطباق. بجد محدش يعني هيفكر اصلا ان هي دي يعني في الاصل بطاطا الا بعد ما يدوق طعمها، لان شكلها اصلا بيبقى مغري كده وكمان هتعجب اطفالك. وزي ما قلتلكوا في البداية معلقة ورا معلقة هيخطفكوا طعمها، وطعمها حلو جدا. فبتمنى تجربوها. وما تنسوش بقى لو انتم اول مرة بتشوفوني لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير، ودمتم في رعاية الله.